موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتشكيل الأهلي المتوقع للمباراة. اليوم الاثنين موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة تقام على استاد غزل المحلة بالمحلة، وحكم المباراة هو أمين عمر، ومعلق المباراة هو مؤمن حسن. قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة: في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع أشرف داري وأحمد عبدين ومصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد، في خط الوسط أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان واحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر واحمد رضا ومحمد مجدي قفشه ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات واشرف بن شرقي، وفي خط الهجوم جراديشار ومحمد شريف. غيابات الاهلي عن مباراه غزل المحله: امام عاشور وياسين مرعي وياسر ابراهيم خارج لقاء غزل المحله، وايضا الاقرب استبعادهم من مواجهه بيراميدز، ولن يكون هناك تسرع من جانب الجهاز الفني في مشاركه الثلاثي، ولن يتم الدفع باي لاعب الا في حاله جاهزيته بنسبه 100%. تشكيل الاهلي المتوقع لمباراه غزل المحله: في حراسه المرمى محمد الشناوي، على اليمين كريم فؤاد، وعلى الشمال احمد نبيل كوكا، وفي قلب الدفاع احمد رمضان بيكهام واشرف داري. في خط الوسط محمد علي بن رمضان واليو ديانج واحمد سيد زيزو. في الهجوم على اليمين اشرف بن شرقي، وعلى الشمال محمود حسن تريزيجيه، وفي الهجوم محمد شريف. مباريات اليوم في الدوري المصري ونتائج مباريات امس في الدوري المصري وتوقعك لنتيجة مباراة الاهلي وغزل المحله، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.